شكرا لكل حد محترم قال كلمة حلوة في حقي. شكرا لكل حد محترم شجعني على الأحداث اللي أنا بقولها بالتواريخ بالإثباتات بكل حاجة. أنا ما كنتش متخيل إن فيديوهاتي توصل العدد الكبير من مشجعين كرة القدم باختلاف ميولهم. ما كنتش متوقع إنها تعمل الصدى الكبير ده طبعا. وأي حد طبعا شتمني، أي حد غلط، الناس دي ضايقت من كلامي لأن فيديوهاتي تعبتهم جدا. أنا مش هتكلم بنفس أسلوبهم كده النسوان والكلام ده كله، بس أنا فيديوهاتي كلها قلت بالأحداث بالتواريخ بكل التفاصيل. الناس اللي مش عاجبها كلامي هي مين يا جماعة؟ الناس اللي مش عاجبها كلامي دي اللي هي راحت ضربت فرقتها في ملعب مدينة نصر، الفرع بتاع النادي الأهلي مدينة نصر، وضربوا حسام غالي كابتن فرقتهم وعماد متعب، وعور عمرو جمال المهاجم بتاعهم بسكينه في بطنه وراح المستشفى والليله دي كلها. الناس دي اللي راحت ولعت في مشجع لنادي الزمالك في 2008 في استاد القاهره كره السله. الناس دي اللي راحت ولعت في مشجع نادي الزمالك تاني في 2011 لما رفض يقلع التيشيرت، قالوا له اقلع التيشيرت بدل ما نعمل ونسوي. يعني انت ماتش كوره يعني بتفرض رايك، ما انت حقك، ما حدش بيعاقبك. ولعوا في الراجل في استاد القاهره الصاله المغطاه كره السله 2011. الناس دي اللي راحت اقتحمت مقر اتحاد الكوره وسرقوا الكؤوس وخربوا الدنيا وولعوا، ما حدش طبعا كلمهم. الناس دي اللي ما بيعجبهاش كلامي، دي الناس اللي راحت كتبت كلمه طالما غلط طه الف ميم الف ومشيت بيها وطلعت وشافتها ورجعتها وعلقوها في المدرجات، ولا حد من الجماهير خباله انها مكتوبه غلط. هي دي الناس اللي ما بتحبش كلامي وبتكرهني. دي الناس اللي عملت بقى العوائق والمعارك وعكسوا الجمله وخربوا اللغه العربيه. مش دي قصتنا دلوقتي. دي الناس اللي راحت المقابر بالليل تضحك وتتريق وتعمل نفسها بتقرا الفاتحه، وصل بيهم الفجر وصل بيهم الكبرياء تعمل حاجه زي كده. دي الناس اللي ما بتحبش كلامي. دي الناس اللي ضربت مانويل جوزيه المدير الفني بتاعهم في 2007 قدام النجم الساحلي في نهائي بطوله افريقيا بعد ما اتغلبت على ارضك 3-1 وضربت لعيبه النجم وكسرت استاد القاهره وخدت الكاس من اللعيبه في منظر ما حدش يقدر ينساه. دي الناس اللي ضربت مارتن يول المدير الفني بتاعهم وحذروه وروعوا الراجل وراح السفاره بتاعت بلده. دي الجماهير. تمام. دي طبعا الجماهير اللي عملت مع مارسيل كولر اللقطه اللي انتوا فاكرينها في قبل نهائي بطوله 2025 وازايز وهزقوا الراجل والراجل طلع بمنظر زي ما انتوا شفتوه. ودي اللي ضربت الصحفيين، وسبحان الله بعدها بيومين طلع الفيروس قال لك دول صحفيين مش جماهير النادي الاهلي. وبمنتهى الغباء راحوا يعلقوا صوره في الشارع. يعني سبحان الله، اعتراف ان هم اللي عملوا كده. دي الجماهير طبعا اللي في شرط جزائي على المدير الفني بتاعه، ما حدش اتكلم ولا حد فتح بق ولا حد في الاعلام على راي الجمله الشهيره بتاعت ابراهيم النعسان ومحمود الكتيان، ولا حد اتكلم ولا اي حاجه عشان ده خاطر النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي فوق اي حد ومحدش يقدر يكلمها. دي الجماهير يا جماعه اللي ضربت بعض في ماتش الجونه 2013. دي الجماهير اللي ضربت بعض في ماتش الجونه السنه اللي فاتت في الجونه برضو. دي الجماهير اللي ضربت بعض في ماتش حرس الحدود السنه دي الدور الاول، ماتش فوز 1-0 بهدف بن شرقي. دي الجماهير اللي اللي الغرور وصل بيها للدرجه دي. ومش مساله غرور، دي الجماهير اللي شتمت بالاب والام والرئيس الحالي والرئيس التاريخي ومبررهم الوحيد شتمنا بس هو كان عندكم. يعني انت معترف ان هو شتمك، طيب يعني احنا السبب. طيب الناس اللي عندك بقى اللي ثبت الدين حسين الشحات، هو الزمالك بره القصه وملوش اي علاقه باي حاجه. ايه مبررك ليه؟ مفيش اي مبرر، ويفتح لك اي حوار واي قصه واي مسلسل واي فيلم. طيب انت دلوقتي الراجل ده شتمك، انت كنت في المدرجات بتقول ايه؟ احاول اقلدهم، احاول اقلدهم لكم. صالح سليم مش ناسيينه، امام عاشور مش عايزينه. وبعدها بثلاث اربع ايام بقى المشطشط والحراق ونسيوا كل شتيمه وكل حاجه ونسيوا اي حاجه خالص. زي بالظبط واحد ماشي في الشارع هو ووالده ووالدته واخته، وواحد طلع بلطجي شتمه وضرب ابوه وهز امه وضربه هو شخصيا، وبعدها بثلاث اربع ايام جه تقدم لاخته وهو وافق. يبقى اكيد كسر عينك. زي اداره ناديك اللي كانت بتقوم من على حجر السعودي للسعودي للمصري بالظبط كده، وانت شايفها زي الفل مفيش اي حاجه. دي الجماهير المفروض اللي طلع الفيروس عمال. طبعا الفيروس طبعا من ضمن مين؟ من ضمن خيري ايوه خيري ورشاد وبدوي. بيطلعوا في التلفزيون وبيدوا الناس طبعا اكاذيب اكاذيب اكاذيب. انا دلوقتي قلت لك شوف كم موقف بالاحداث بالتواريخ، هتخش برضو تشتمني. هتشتمني ليه؟ مش عاجبك مثلا شكلي، مش عاجبك طريقه كلامي، ليه؟ عشان بقول لك الصح. سيب ميولك، سيب انتماءاتك، وشوف كده انا بحكي لك ايه الكلام ده كله حصل من امتى. تعال نشوف جدودك مثلا سنه 66 2-0 للزمالك في استاد حلمي زموره. بسبب الماتش ده تم نقل اي ماتش للزمالك والاهلي في ارض محايده وهي استاد القاهره.
2-0 للزمالك في اول 17 دقيقه. جمهور الاهلي ولع ملعب الزمالك، خرب الدنيا، الماتش اتلغى. 71 72 بعدها نفس القصه برضه، ضربه جزاء للزمالك، مروان ضرب ابراهيم الدسوقي مهاجم الزمالك. الجماهير كسرت الملعب استاد القاهره وبهدلوا الدنيا وكسروا الخرسانه بتاعت الملعب. وبعد كده اللعيبه جريت غرف خلع الملابس هربانين. اتحاد الكوره طبعا طب لغوا الدوري ساعتها، مفيش عقوبات على النادي الاهلي. ادي 66 ادي 71. هنيجي بقى على سنه طبعا حسن شحاته والحوارات اللي حصلت دي يعني مش هنحكي فيها طبعا. عندك مثلا موسم 78 علي خليل، طبعا كابتن حسن شحاته بيرفع الكره من ناحيه الكورنر، مفيش اوفسايد، من الكورنر اترفعت، علي خليل حطها، الجون اتلغى. احمد بلال قال لك انا لا انا خفت مش عارف اروح. دي الجماهير اللي المفروض انها بتكره كلامي، انها مش طايقاني. طبعا ده ولا يشغل بالي، والنكزات موجوده وبضحك والدنيا زي الفل. هتقول لي يا ابني انت مين ومش انت مين وانت بتتكلم بصفتك ايه؟ يا عم انا راجل، يعني اعوذ بالله من كلمه انا، اعوذ بالله من كلمه انا راجل دارس، انا راجل درست هندسه، انا راجل خدت الدبلومه في الاعلام، عارف بتكلم مع ناس ازاي. انا راجل اتشرف 100 مره ان انا من حي عين شمس. حي عين شمس يعني انا لا راجل بقى فرفول ولا راجل ممحون ولا راجل قاعد في كومباوند والكلام ده كله ولا القصه دي كلها. فما تتكلم معايا، اتكلم معايا زي ما انا بكلمك بالاحداث، ما تخشليش في قصص تانية وتقعد تلف لي وتدور. تمام. انا ذكرت لك دلوقتي ادي الجماهير على مر العصور. انا 66 كان الاب خلف اهي 66 71 78 83 مرورا بقى طبعا بالاحداث اللي انا قلتها بقى 2011 2012. بالمناسبه دي الجماهير برضو اللي بتروح اسماعيليه بتتضرب، بتروح المحله بترجع في عربيه ترحيلات. دي الجماهير اللي راحت نادي راح غلط في محافظه بلد البالة ما جابتش رجاله، ولما حصل رد فعل طبعا مأساة والله يرحم الناس اللي ماتت، زعلوا واتضايقوا عملوا نفسهم ان هم قضيه ومش قضيه والكلام ده كله. طبعا ربنا يرحم الناس اللي ماتت، ربنا يرحمه ربنا يرحمه، ما نقدرش نقول حاجه. بس دي الجماهير اللي بتروح اي منطقه بتعمل اي حاجه، محدش بيقدر يكلمها ولا بتاخد عقوبات ولا اي بتنجان. جمهور الزمالك فوق راسي فوق راسي فوق راسي 100 مره. السلام عليكم.